جاء عن مالك رحمه الله تعالى سئل عمن يقول في دعائه يا سيدي، يعني سئل عن من يقول في دعائه يا سيدي، فقال مالك رحمه الله يقول يا رب كما قالت الأنبياء، يقول يا رب كما قالت الأنبياء في دعائهم. قوله كما قالت الأنبياء في دعائهم هذا لما تتأمل عامة أدعية الأنبياء في القرآن تجدها مصدرة بربنا، وفي السنة تجد أدعية كثيرة مصدرة باللهم. ومن أهل العلم من ذكر في تأمل لهذه الدعوات أن الدعاء إذا كان طلبا بحتا يصدر بربنا ربي، وإذا كان فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله كما هو في كثير في الأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيصدر باللهم. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام في هذا نفيس مفيد نستمع إليه. قال رحمه الله: وتأمل كيف صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظ اللهم، كما في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، الحديث. وجاء الدعاء المجرد مصدرا بلفظ الرب نحو قول المؤمنين: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وقول آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا، وقول موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقول نوح عليه السلام: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. وسر ذلك أن الله تعالى يسأل بربوبيته المتضمنة قدرته وإحسانه وتربيته عبده وإصلاح أمره، ويثنى عليه بإلهيته المتضمنة إثبات ما يجب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى. وتدبر طريقة القرآن تجدها كما ذكرت لك. انتهى كلامه رحمه